في بوست منتشر على السوشيال ميديا بيقول باختصار ان فك رموز اللغة المصرية القديمة بيرجع لبعض العلماء العرب زي مثلا ذنون المصري وابو بكر بن وحشية، وده في كتابه شوق المستهان في معرفة رموز الأقلام. وجه شامبليون بعد 1000 سنة وسرق العلوم دي ونسب الفرنساويين فك رموز اللغة المصرية القديمة ليهم. مبدئيا لما نرجع لكتاب ابن وحشية هنلاقيه عبارة عن 200 صفحة بيضم 89 لغة. طبعا اللي يهمنا الجزء المصري، وده عبارة عن فصل واحد في الكتاب ترجم ابن وحشية فيهم الرموز المصرية بالحروف العربية الأبجدية. معنى كده انه افترض ان اللغة المصرية زيها زي اللغة العربية بحروفها الأبجدية، يعني لما تيجي تكتب الكلمة بتجمع الحروف وتقراها بالقيم الصوتية اللي انت بتتكلم بيها. وطبعا اللغة المصرية مش كده خالص، الموضوع مش موضوع حروف أبجدية وخلاص، لا ده تصريف أفعال وحروف جر وضماير وأساليب وقواعد نحوية متكاملة. ده غير انه في حروف كتير هو محولها غلط، والقيم الصوتية كمان غلط. احنا مش بننكر محاولات ناس كتير قوي حاولت تفك الرموز المصرية القديمة، لكن هل كان علمه متكامل ودقيق؟ لا. طب هل في ناس استفادت منه؟ برضو لا. وطبعا شامبليون ما كانش اول باحث، لكن هو استفاد من اللي قبله وكمل عليه علشان يطلع بلغة كاملة قدرنا من خلالها ان احنا نعيد قراية تاريخنا واحيائه مرة تانية من جديد.